وسهلا بيكم مشاهدي الأقباط متحدون. معانا النهارده في آخر حلقة من حلقات ساعتين على الهوا لعام 2012. صراحة كده أنا جيت أقول آخر حلقة دي هنتكلم فيها برضو عن السياسة والتفصيلات والتحليلات والرؤى المستقبلية ومش عارفة الكلام ده احنا تعبنا منه طوال سنة 2012 كلها، واللي ما اعتقدش ان هي كانت سنة سعيدة بأي حال من الأحوال، لا على المجتمع المصري ولا علي أنا شخصيا. يعني واحدة من أسوأ السنوات اللي يمكن من خلال ال 30 سنة اللي أنا عشتهم ان هي أسوأهم على الإطلاق بالنسبة لي. أعتقد كمان ان هي بالنسبة لمصر شهدت أحداث كتيرة جدا خطيرة. تم في 2012 بداية زرع عليه حاجات كتيرة قوي متطرفة وخطيرة على مستقبل البلاد هنشوفها في 2013. قلت النهاردة ان احنا نتكلم عن نهاية 2012 بجزء يكون فيه سخرية شوية كده تضحكنا على الهم اللي احنا عايشين فيه، والجانب التاني يكون متمثل في الواقع كله خلال 2012. الشارع المصري خلال 2012 كان ماشي ازاي. عشان كده النهارده هيكون معانا ومنورنا جدا في الأقباط متحدون وفي ساعتين على الهوا زميلنا مينا ملاك عازر. اهلا بيك يا مينا. اهلا بيك. انت بتضحكنا طبعا كتير جدا على الموقع وفي سخريه القدر اللي احنا موجودين فيها بالمقالات الجميله بتاعتك اللي بتعملها تحت عنوان لساعات. اشكرك. منورنا يا مينا. عايزين نضحكهم النهارده. ربنا يسهل. تمام. كمان معانا زميلنا محمد زيان، وهو طبعا طول 2012 ما دخلش بيتهم كتير، دايما موجود في الاعتصامات والتظاهرات والمسيرات، وقدر ان هو يتتبع ويفهم كويس قوي طبيعه الشارع المصري خلال هذا العام الطويل والغير سعيد بجزء كبير منه. اهلا بيك يا محمد معانا. عايزين نعرف بقى ايه النظام ان شاء الله كان ماشي ازاي، وانت تتوقع ورؤيتك ايه ل 2013. هنبدا معاك طبعا يا مينا ونقول لك كده بلاش سياسه وبلاش اي حاجه. اكتر حاجه كانت مثلا عجباك قوي في 2012 حصلت في مصر؟ بلاش سياسه. الاهلي خد بطوله افريقيا. يعني من غير دوري، خلي بالك، يعني من غير دوري وغير نشاط كروي وخد بطوله افريقيا يعني. بس لله. انت مع حكايه ان النشاط الكروي كان يستمر مثلا في 2012 وكده بعد احداث بورسعيد، ولا شايف ان ده كان اهانه شويه لدم الناس اللي راحوا؟ هو طبعا اهانه، بس هي الفكره كلها انه انا شايف في نفس الوقت ان في ناس مالهاش ذنب في الموضوع، يعني جم كده بالغلط، يعني اتاذوا في الموضوع بالغلط. وموضوع انه يتلغي النشاط الكروي ده ما فيهوش لو يدراع لاي حد، يعني مش اي حد من اللي هم مطلوب منهم ان هم ياخدوا موقف مأذي في مساله التوقف النشاط الكروي. يعني مش فارقه ان شاء الله، حتى يا رب تلغوها، هم هيفرق معاهم ايه؟ فيعني اوكي ماشي، هو طبعا اهانه وكل حاجه، لكن هو ايه في البلد ده مش ماشي من غير اهانه يعني. يعني عادي يعني. طب ولو دخلنا بقى في السياسه وقلنا من احلى الحاجات كده؟ احلى الحاجات الاعلان الدستوري بتاع 22 نوفمبر. ليه؟ لانه وحد البلد. ما هو انت كان عندك مشكله انه كان في فصيل ماشي ملوش في الكل ومفرقهم وعمال هو عايزه، فاللي حصل ايه؟ ان الناس اتجمعت. تمام. طب انت كنت عارفه تجمعي حد قبل كده؟ انت تقصد القوة اللي هي كلها عكس الإسلامية؟ لا معلش، لا لحظة. لا، في قوة. ما احنا لو انا قلت كده ابقى انا غلطان غلط كبير، لانه عبد المنعم فتوح اسلامي، عمرو خالد اسلامي. تمام. هم دول وقفوا مع الاعلان الدستوري؟ لا، ما وقفوش. فانت حتى الاسلاميين يعني وقفوا ضدك. يعني وحد الجميع ضد الاخوان؟ طبعا مفيش كلام. البلد اتوحدت، اول مرة البلد تتوحد. انت بتتكلمي في مسائل ودي من سخريه القدر، اللي هو جيت تصيده، يعني جيت تصيده صادك. انت اللي عملت كده. يعني شوفي، سنتين بنحاول نلم مع بعض ونقف جنب بعض، سواء اخوان او سلفيين او كله، يعني كله، عشان لكن لما اراد ان هو يقمع الكل، فكان الاختيار الاعظم والاقوى والاجمل ان الكل اجتمع. بس الناس عملت ايه؟ يعني مثلا حتى بعد ما هم اتوحدوا عملوا ايه؟ ما وصلوش لحاجه. لا، ازاي يعني يا مينا؟ ما هو احنا عملنا الاستفتاء على الدستور، والدستور دلوقتي خلاص، يعني خلاص تم العمل بيه او هيتم العمل بيه، وفيك شويه قوانين كارثيه هتطلع من مجلس الشورى. يعني ماشي وماذا بعد؟ هقول لك وماذا بعد. اولا احنا عملنا انجاز كبير جدا، ان الرئيس الدكتور محمد مرسي لم يعد يخطب الجمعه. سبحان الله. صح يعني. بس هو ممكن يكون بس مأجل شويه. معلش. يعني احنا يعني ادينا له اجازه. حصل ولا ما حصلش؟ ده انجاز كان ممكن تتخيليه؟ لا، ما اظنش يعني.
لا ما اظن. لكن في حاجه تانية مهمه برضو حصلت، نرجع نقول انه توحد الشعب بيدي مساحه كبيره انه يختلف الوضع تماما في المجال في الانتخابات بتاع مجلس النواب لاول مره بقى، وده فكره 2013. انت النهارده الوضع مختلف. هل ده نفس الوضع اللي دخلنا فيه انتخابات مجلس الشعب سابقا يعني في نهايه 2011؟ لا ما حصل. اعتقد لا، يعني ما كانش نفس الوضع السياسي خالص. خالص. تمام. طب بص يا محمد، يعني دلوقتي مينا بيقول لنا ان فعلا ممكن يكونوا كلهم اتوحدوا ضد الاخوان والكلام ده كله، بس في ناس بتقول ان برضو الشارع ممكن يكسب جماعه الاخوان تحديدا في مجلس النواب او البرلمان الجاي، علشان هم بيستغلوا الدين وبيستغلوا القرى والحاجات والمناطق الفقيره بالزيت والسكر وكده. انت شايف الوضع ازاي؟ يعني هو فيما يخص مساله الانتخابات، يعني انا اعتقد ان مع الراي مع الاستاذ مينا ان التيار الاسلامي على العموم وجماعه الاخوان المسلمين وحزبها الحريه والعداله والرئيس محمد مرسي قد تراجعت شعبيتهم في الفتره المنقضيه في الايام القادمه على اثر مجموعه من الاحداث. اولها احداث الاتحاديه خصمت كثيرا من رصيد التيار الاسلامي وعلى العموم، وخصمت كثيرا من الاصوات التي ستذهب في الانتخابات القادمه في 2013 اذا ما تمت من جماعه الاخوان المسلمين. اعتقد ان هذه الاحداث يعني اوجدت بشكل او باخر انقساما او شبه انقسام بين التيارات الاسلاميه وجماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله. حزب النور اخذ جانبا، وان كنا نرى الان انه يتجه لتكوين حزب جديد. التيار الاسلامي وبخاصه الدعوه السلفيه صوت بعضها بلا في الدستور اعتراضا على منهج الاخوان المسلمين، وان كانوا ايضا يعترضون على مساله الشريعه الاسلاميه لهم تصور. هناك قوة بالتاكيد او اصوات كثيره سوف تخصم من الاخوان المسلمين ستذهب الى التيارات المدنيه بحكم ارتفاع الاسعار الذي سوف يبدا به الاخوان المسلمين او حكم الاخوان في مصر عام 2013. هذه الافتتاحيه لا شك انها ستقسم كثيرا من رصيد الاخوان وحزب الحريه والعداله والرئيس. سوف تقسم على مستوى الفلاحين ارتفاع اسعار الاسمده، المشاكل المترتبة في البنوك الزراعية سوف تقسم أصوات كثيرة في القرى والنجوع التي كانت موهومة بشعار التيار الإسلامي المرفوع، التي كانت الذين كانوا يستقطبون الناس عن طريق الدين وكانوا يصورون للناس على أنهم هم الذين يمثلون الله على الأرض. صحيح. هنا سوف يحدث التباس عند هؤلاء البسطاء الذين يرفعون شعار أننا قادمون إليكم من الله أو من عند الله، الذين يرفعون شعار أنهم هم المفوضون لحماية الناس أو توصيل الأرزاق إليهم، أو أنهم هم المفوضون من قبل الله للتعامل باسمهم فيما يخص السياسات، هم الذين يرفعون الأسعار، هم الذين يضيقون عليهم الخناق، هم الذين يوصلونهم إلى مرحلة لا يجدون قوت يومهم. فبالتالي هذا خاص على صعيد البسطاء والعامة. اما على صعيد انت متفائل ان 2013 يعني اعتقد ان هيكون في ردة فعل شعبية تجاه الاخوان المسلمين؟ يعني دي متوقفة على عدة اسباب او عدد من المحركات، او إيه هي؟ يعني متهيألي ان الاخطاء الاخوان هي التي ستزيد او تقلل من شعبيتهم، وان كنت اتصور ان الشعبية لا زالت في انخفاض منذ استفتاء كما قال الاستاذ مينا، استفتاء الذي اجري تحت الحكم العسكري في 19 مارس ثم 22 نوفمبر اظهر ان شعبيه التيار الاسلامي في المجمل قد انخفضت. الانتخابات الرئاسيه كانت التصويت لصالح الذين يعلون من قيمه انهم محسوبون على الله او على الايمان في مواجهه الذين المحسوبون على الكفر او الذين يخالفون الشريعه. قلت هذه نسبه التصويت، قلت هذه النسبه في استفتاء الذي أجري في الأيام القليلة الماضية إلى مستويات متدنية، ربما أظهر أن 10 مليون فقط من الشعب المصري هم الذين خرجوا للتصويت. هذا يعكس مؤشر خطير أن شعبية التيار الإسلامي وشعبية الإخوان المسلمين أصبحت في خطر في هذه الأيام. ولذلك فإن يعني محك التفاؤل هو هل سيستمر، هل سيسقط الإخوان في أخطاء، هل يعني ما هي العقبات أو ما هي المشكلات التي سوف توضع في طريقهم وإمكانية تجاوزها من عدم. مسألة الأسعار، مسألة التعامل مع القوى المدنية الأخرى، مسألة القوانين التي ستصدر متفرعة أو خارجة عن الدستور الذي عليه شك كبير أو عليه اختلاف كبير. هذه القوانين ما إذا كانت مقيدة للحريات أم لا. أعتقد أن الإخوان سوف يخسروا كثيرا إذا ما أخطأوا في حق الشعب، وهم بالتالي وبكل تأكيد ماضون في اختراق حرية الشعب في التظاهر كما أشرنا في أو كما شاهدنا في قانون التظاهر. القرارات التي ستصدر عنهم في مسألة النائب العام يخرج ويقول
سنحكم بالإعدام على من يتهم بالخيانة العظمى، نحن سنسير في طريق الدولة الملالي في إيران. هل هذه المؤشرات مؤشرات على ارتفاع شعبية الإخوان من عدمه؟ لا، بكل تأكيد. أعتقد أن الأيام الباقية في 2012 أو الساعات الباقية في 2012 سوف نعبر إليها والإخوان يخسرون المزيد من الأصوات. طيب ايه احسن حاجه يعني انت شفتها في الشارع المصري في تظاهرات 2012 وحاسس ان هي ممكن تكون محرك قوي للناس لانها ترفض السطوه الدينيه في 2013؟ يعني حاجه كده عجبتك، حسيت ان انت يعني على مستوى الشارع ولا الأحداث اللي حصلت في 2012؟ الشارع. يعني على مستوى الشارع أنا شايف أن الذين يتظاهرون في الشارع هم الشباب، الذين يحركون دفة الأمور هم الشباب. هؤلاء الشباب ليسوا مسيسين من قبل أحد، هؤلاء الشباب ليس لا تيار بعينه يسيطر عليهم. هؤلاء الشباب لهم أجندتهم، لا تحركهم مصالح أو أطماع، لا تحركهم شهوة حب السلطة أو محاولات القفز عليها، لا تحركهم دوافع دينية بقدر مصلحة الوطن. ليسوا مدعومون من الخارج، ليسوا مدعومين من الخارج بملايين الدولارات أو مليارات الدولارات، ليسوا كتلة صغيرة لكي يستهون بهم. هؤلاء الشباب هم الذين أسقطوا الحكم السابق. لماذا يقللون من قوة هؤلاء الشباب الآن؟ هؤلاء الشباب هم الذين يقودون المحرك الأساسي أو القوة الدافعة في الشارع المصري. أعتقد أنهم هم محك التفاؤل في عام 2013 الذي وإن طال أو قصر، والذي يعني أعتقد أن قوتهم الحقيقية سوف تظهر في 25 يناير القادم. هم رفضوا كل هذا الطغيان والاستبداد في هذه الفترة البسيطة من حكم جماعة الإخوان. مينا، خطابات دكتور مرسي بتفهمها؟ يعني احنا حاطين سؤال فوت على السايت ان هل بتفهم خطابات الدكتور مرسي؟ الغالبيه حتى الان بلا. انت بتفهمها؟ انا عن نفسي ما بفهمهاش. اولا انا مش بقدر اتفرج عليها، يعني بحاول اتابعها بطريقه ما او باخرى بطريقه ملتويه، لاني اتابعها مباشره. يعني الخطاب الوحيد اللي انا سمعته مباشره الخطاب اللي هو خطبه يوم خميس، كان بالليل الساعه 10. مش عارف ايه هوايته في يوم يعني بالليل دايما، يعني سبحان الله، مع ان المفروض ينام بدري عشان يصحى بدري يصلي الفجر يعني، بس مش علينا يعني زي القرار بتاع ما علينا. لكن مساله خطاباته دي انا مساله بتؤرقني نفسيا جدا، لانه بشعر انه لو انا كاتب ساخر ففي حد بينافسني جامد. اللي بيكتب الخطابات دي راجل خطير، مش سهل خالص، ده في منتهى السخريه اللي من وغالبا هو بيكتبها وبيخلي الرئيس يعني يوجه المصير بتاع الخطاب يعني. لكن هو الخطابات نفسها خطابات بعيده كل البعد عن الواقع، وده بيديني مؤشر خطير ان الاخوان اللي هم مصدقين اللي بيتقال اللي هم بيقولوه يعني، فاذا هو بعيد جدا عن الارضيه اللي احنا بنتكلم منها. وطالما هو بعيد عن الارضيه بتاعت الشعب فيبقى عندي امل كبير جدا في 2013. يعني خطابات الدكتور مرسي في حد ذاتها خطابات موحيه بالتفاؤل بدرجه غير طبيعيه. نمره واحد. نمره اثنين، بس لا تحفظ صغير جدا. احنا دايما بنعول على انتصار التيار مش عايز اقول التيار الغير اسلامي، التيار اللي هو بعيد عن الاخوان يعني، التيار اللي بيحب مصر مش بيحب الجماعه. بيعول عليها على اخطاء الاخوان. هو ودي غلطه الحقيقه بقى، يعني مش هنتكلم برضو اللي لينا واللي علينا، ودي غلطه التيار دوت. لانه هو لازم ناخد بقى الخطوه اللي هي نبدا احنا نعمل الصح. يعني احنا دايما مستنيين هم بقى يغلطوا ويعملوا مش عارف ايه ويرفعوا الاسعار، وهم ممكن يبقوا اوعى ويستنوا لما المجلس الشعبي ينتخب فيعلوه. يعني هنعمل ايه ساعتها؟ لكن مش عارف هنستنى لما مش عارف يعملوا ايه في القرى والنجوع. طب ما هم عملوا في اسيوط كارثه بتاعت اسيوط، ومع ذلك الناس عادي. لكن الفكره بقى احنا عملنا ايه؟ هو ده المهم بقى. يعني ده اللي عاجبني في الموقف الحالي بتاع جبهه الانقاذ، ان هم بداوا من النهارده يعملوا قائمه موحده ويبداوا يشتغلوا. ده الكلام المفيد بقى. يعني خلي بال حضرتك انه في مجلس الشعب لما انتخب كان الثوار فين؟ في الميدان عند محمد محمود. صحيح. ولما استفتي على الدستور كان الثوار فين؟ في الميدان، في ميدان التحرير. طبعا. فلازال احنا عندنا مشكلتنا ان احنا في الميدان بس مش في القريه، مش في النجع، وده اللي بيفرق في المساله. نمره اثنين، اللي حصل في الاستفتاء من مهازل في التزوير بغشوميه الحقيقه يعني. ما اظنش انه مرشح انه يحصل تاني لسبب بسيط، لانه الاشراف القضائي المنقوص هو اللي سمح بده طبعا، لكن الاشراف القضائي الكامل ما اظنش انه
انا قلت منقوص مش ناقص، ها، لكن هو كان ناقص. تمام. تمام. عشان بس تبقى الامور سهله يعني. لا، خطوات الدكتور، نرجع مثلا لسؤال خطوات الدكتور مرقس، هي خطوات موحيه الحقيقه. يعني انا كثير من مقالاتي كتبتها موحيه، يعني بايحاء منه الحقيقه، يعني افكار عاليه جدا. وما ادراك ما الستينات، يعني وما ادراك، يعني خدي بقى قسي على دوت. وبعدين في حاجه ممتعه بيعملها الحقيقه، هو بقى نفسه الدكتور خطابات. بيترجم الخطاب عشان اللي مش فاهمين. يعني مثلا لما ادى ميعاد يتكلم عن ميعاد الحوار بتاع الحوار الوطني، فقال الثانيه 10 ونصف، وراح رجع عليه يعني 12 ونص. انا مش حاجه، مش فاهمين ازاي يا جماعه؟ الراجل مش هيعمل اكتر من كده. طب بلاش، اما كنا في مجلس الشورى قال ايه؟ قال انا احدثكم جميعا، وانا شعر ان الناس مش هتفهم جميعا مين انتم، فقال لي انا بكلم على الشعب المصري. قال كده بالنص، انا بكلم الشعب. يعني هيعمل اكتر من كده الراجل؟ بيتعب. يعني كونكم بقى مش فاهمين، فانتوا ممكن تاخدوا منحه قطريه، وبالتالي تتعلموا ازاي تفهموا خطوات رؤسائكم. ده مش ذنب الراجل الحقيقه. تمام. بالنسبه ليك برضه يا محمد، خطابات دكتور محمد مرسي والحمد لله اللي هي كانت نازله بترف من اول ما يعني بقى في الحكم في شهر 6 علينا لغايه دلوقتي، شايفها ازاي؟ يعني انا برضو يعني في جزئيه يعني مغايره لما قاله الاستاذ مينا. اعتقد ان الدكتور محمد مرسي هو يعني خطاباته مرتبه جدا، هو يعرف تماما ما يقول، يعرف ما يسوق الى الناس، يعرف البرقيات التي يود ان يبرق بها، يعرف الرسائل التي يود ان يرسلها الى الشعب المصري. هو يلعب في غالب الامر على عامه الشعب الذين يساقون الى التصويت الى كتل وجماعات والى صناديق الاقتراع، لا يعيون سوى أنه يقول لهم الحمد لله رب العالمين، ويختم بصدق الله العظيم، ويقول لهم يخاطبهم ليل نهار إنني أتقي الله فيكم وإن أطيعوني ما أطعت الله فيكم. هذه الجمل تلامس عند الناس عاطفة ومشاعر جياشة. الذي يقول عكسها هو الخارج عن منطق الشريعة ومنطق الدين. من يستطيع أن يشكك في خطابات الدكتور مرسي أمام الرأي العام أو أمام هؤلاء البسطاء، الذي يستطيع أن يقف أو يتكئ على كلمة من الكلمات التي ترتبط بشكل أو آخر بالدين، يعني بكل ضرورة هو المنبوذ. الرئيس محمد مرسي مرتب في أفكاره، يعرف كويس جدا من هم الشريحة المستهدفة من خطاباته. هو لا يخاطب 10% المثقفين بقدر ما يخاطب 90% السوق والدهماء الذين سيساقون إلى صناديق الاقتراع بموجب إشعار أو الذين يساقون، الذين يتدفقون على صناديق الاقتراع بموجب اللعب على عاطفة الدين، أو أن يبرق إليهم بآية أو سورة من القرآن الكريم تحشدهم حشدا. بس هو السؤال، هل وصلت لهم البرقيات اللي انت بتتكلم عنها؟ يعني هو بكل تأكيد يعني هو واضح جدا عندما يقول مثلا أعينوني ما أعنت الله عليكم أو أطيعوني ما أطعت الله فيكم. كل هذه الخطابات هو يتصور أنه يخاطب إناس، هو يتصور بقى بالظبط كده، هو يتصور أنه زعيم ويخطب في شعبه، يتصور أنه يعني هو يعلم تماما العقلية اللي قدامه، وأن هو بيقول لها بكل بساطة هذا من القرآن وهذا من السنة، وأنتوا عليكم تختاروا، وبكل تأكيد هم سيختارون الذي يقول به الدكتور محمد مرسي. هو لا يخاطب المثقفين لأنهم خارج إطار المستهدفين بالنسبة له، هم بكل تأكيد معارضين له، وهم لن يستمعوا إلى كلامه بل سينقضونه. لذلك يتجنب أن يتحدث باللغة في غالب الأحيان باللغة العربية الفصحى، ويتجنب أن يتحدث بمقاييس أو مؤشرات علمية سليمة، ويلجأ إلى استخدام أسلوب العاطفة الدينية أو الأسلوب الديني في خطاباته ليسوق بها أو ليحشد بها البسطاء والعامة. هو فعلا وهو ناجح جدا في هذه بيوصل. بس لا معلش، هو بيتكلم على 90% بيوصل للناس. 90% كانت نتيجه الاستفتاء طلعت 90%. يعني احنا لا هو بيتصور، هو بيتخيل له، هو بيجي، لكن دي مش دي الحقيقه، مش ده الواقع. النهارده انت عندك نتيجه الاستفتاء 63%. تمام. ففين 90% اللي هو بيتكلم فيها السوقه ولا مش عارف ايه؟ لا انا متحفظ على الموضوع ده شويه يعني. لا، على موضوع السوقه والدهماء، على السوقه والدهماء، وعلى موضوع ال 90%. فين بنخاطب مين؟ بنخاطب مين؟ ده هو اصلا اللي راحوا الاستفتاء اساسا اولهم على الاقل ما يحصلوش 90%. يعني على الاقل اذا اردنا الدقه في هذا المؤشر او في هذا التعبير او في هذا الرقم الذي سقته اليه،
هو يعني يخاطب شريحه معينه هو مؤمنه الراجل ده بأفكاره، بيخاطب مؤمنه شريحة بهذا النوع من الحوار، بهذا النوع من الخطاب، بيخاطب أهله وعشيرته. بالظبط كده، هم بالظبط. الذين سيؤيدونه. هو لديه بكل تاكيد لديه احصاء بهؤلاء الناس، لديه تصور عما طبعا. يريدونه ان طبعا. يكون في متضمنا في خطابه، لديه كل وعشان المؤشرات. كده انا قلت ان احنا محتاجين بقى احنا نعمل حاجه. وده ما يؤكد كلام حضرتك ان الذي يكتب الخطاب يكتبه بدقه للرئيس محمد مرسي. طبعا. محتاجين لايه يا مينا؟ محتاجين ننزل بقى للشارع. يعني ما هو دي النقطه، هو بيقدر يخاطب الشارع صح. يعني زي ما قال كده الاستاذ محمد، انا متفق معاه تماما، هو بيعرف يحط الجمل اللي بتصل للمضمون. لكن حتى لما يعني يوم السبت امبارح لما كان في مجلس الشورى، لما قال ارقام كانت ارقام فاضحه. تمام. يعني لما دخل في الناحيه العلميه زي ما قال الاستاذ محمد، هو دايما يهرب من الناحيه العلميه. لما اتكلم فيها الناس كلها بقى تعال بدأوا يحللوا الارقام. يعني هو مثلا بيستشهد برقم اللي هو 11.1% من اجمالي الدخل، مش عارف ايه الاستثمار. تمام. قالوا له ده رقم متدني جدا انه تبقى بتتكلم عليه، ده لا يمثل انجاز. فهو اول ما اتكلم بالارقام كانت النتيجه ايه؟ انه يعني عفوا اللفظ اهل العلم خرجوا يقولوا لا هي انت صح، هو فعلا المساله مش زي ما انت متصور. يعني هو بعدين في ناس كتير تقول الرئيس مش محتاج يتكلم بالارقام، يعني قيادات الاخوان بتطلع تقول كده. اهو اتكلم بارقام، وطلع النهارده العظيم الباشمهندس حسن الله الكفراوي لما قال ده خطاب رئيس وزراء. واحد تاني قال لك ده خطاب رئيس واحده محليه، مع احترامي رئيس الوزراء واحترامي الشديد لرئيس الوحده المحليه، لكن هو ده لما اتقال لك ان ده خطاب رئيس وزراء، اذا انت بصدد يعني نقطه مهمه جدا ان رئيس الوزراء بتاعك نفسه ما يعرفش يقول الكلام ده للاسف. محمد، في يعني وانت صحفي في صور كتير عن الرئيس مرسي من اول ما تولى سده الحكم لغايه دلوقتي بتكون شويه يعني فيها قدر عالي جدا من السخريه ليه، وبتبقى لقطات حقيقيه. وخد بالك سده الحكم غير سده النفس. سده النفس اللي احنا فيها يعني. تمام. بس اللي هي ايه يعني مثلا انه مثلا مره كده اثناء القاء احد يعني المفروض كان يحصل تنظيم معين، هو رايح يستقبل في مكان كده، هو مشي يعني خرج بره الاطار، او مثلا وهو بيعدل ملابسه. هو انا هقول على حاجه مثلا وهو مع رئيسة يعني وزراء استراليا. قبل ان نتكلم في هذا الموضوع، لان هناك عقوبات رادعه سوف تنتظرنا اذا ما تهكمنا على شخص الرئيس كما قلنا، ان هناك قوانين تعد الان وسوف تخرج وتطبق على كل من يتحدثون في البلد. احنا دلوقتي القوانين دي هتطلع في 2013. يعني عايز اقول حاجه برضو، حتى لا نتهم ان احنا ضد الرئيس، نحن نحترم قدر الرئيس، هو رئيس جمهوريه مصر العربيه، نحن نجل رئيس جمهوريه مصر العربيه طبعا، لكن هو رئيس جمهوريه مصر العربيه، لان هو رئيس لجمهوريه مصر العربيه وله كل الاحترام من كل الناس، من كل المصريين، لكن ما نؤكد عليه ان حق النقد وارد في كل الاحيان، ولا يستطيع اي قانون ان يعني يقطع الالسنه او يوقف حق النقد، حتى لو كان عقاب هذا القانون هو قطع اللسان. الرئيس بكل تاكيد مطالب بان يحافظ على الحريات قطع اللسان لدى الشعب. بعدين الرئيس عشان ما يبقاش قطع اللسان. يعني انا باكد في هذه المقدمه ان من حق كل البرامج ان تنتقد، وليس كما تم مع باسم يوسف ان هم بيرهبونه او بس انت برضو ما جاوبتلناش على الصوره دي. انا هقول لك لما تطلع لرئيس الجمهوريه بايه الموقف يعني نقد رئيس الجمهوريه لا احنا عندما نطرح الصور الساخره لرئيس الجمهوريه، احنا لا نتمنى ان يخرج رئيس الجمهوريه علينا بهذا الشكل. رئيس الجمهوريه مثلا لما كان بيرفع البنطلون، هل هذا يليق بقدر رئيس جمهوريه مصر العربيه؟ طب ورئيس الجمهوريه مع رئيس الوزراء رئيس يعني هذه هل هذا يليق يعني برئيس الجمهوريه؟ أن توصيف الصور الفاضحه هو ما ينطبق على هذا الوضع. يعني صوره اخرى انا يستحضرني عند تخريج كليه الدفعه كليه الفنيه العسكريه، احد الشبان الضباط الحديث التخرج، وهو بيخرجهم فادى تعظيم سلام للرئيس، فالرئيس راح مديله تعظيم سلام. يعني مع ان هو على فكره منبه للموضوع ده ان هو ما يقدرش الرئيس لم يكن رئيسا قبل ان ياتي الى الحكم، يحتاج لمن يعلمونه ان يعني البروتوكول، يحتاج الى فتره طويله لكي يخرج على الناس، يحتاج الى فتره لكي لا يلمس اصبعه بفمه، لكي لا يفعل عبارات واشارات ربما تعكس صوره سيئه عن مصر ورئيس مصر في الفتره في الخارج. يعني طب مين بيقولوا ان الحاجات اللي عملها الدكتور محمد مرسي، يعني سواء في التحرير لما كان فتح لنا الجاكيته،
او مثلا الحركه اللا اراديه مع رئيسه وزراء استراليا، او مثلا بيرفع البنطلون، بيرفع اي حاجه عشان يقلب الايباد. ايوه ده مرتبط بالشعب، ده وثيق الصله بالناس، راجل تلقائي يعني. انت شايف ايه في القصه بتاعه التلقائي دي؟ هو فعلا راجل تلقائي، هو راجل طيب جدا لابعد الحدود يعني. مش انت بتقول في قوانين طالعه لحد بدر طبعا ابشر. لا هو يعني ماشي، التلقائيه دي حلوه اوكي مفيش مشكله، بس في حاجه اسمها بروتوكول. يعني انا تلقائي بعيدا عن البروتوكول. يعني مع رئيسة وزراء استراليا في بروتوكول، لكن تلقائي وانا في الشعب في التحرير اعمل اللي انا عايزه، ده في وسط الشعب ماشي مقبوله تمشي. انه ينزل صهره ونسيبه احمد فهمي يستقبله في مجلس الشورى كانهم لسه ما كانوش مع بعض في البيت، ماشي يعني يعني البروتوكول بيقول كده. لكن انه يعمل لي مش عارف يقلب الصفحه ازاي، لا يعني انت بتتكلم عن صوره رئيس جمهوريه مصر العربيه، وليس واحد رئيس مش عارف اقول مش لاقي رئيس ايه يعني مش عارف ده اي يعني هل من المقبول ان انا وانا هنا اهو وانا لست رئيسا لاي حاجه خالص اعمل الافعال ديت عشان وانا يعني طالع عندنا رؤساء التحرير ما بيعملوش كده، يبقى رئيس الجمهوريه يعمل كده بالظبط. طب في حاله يعني اكيد انتوا شايفين طبعا ان السيده نجلاء ام احمد ان هي مش موجوده خالص على الساحه. ليه ما بتطلعش؟ ليه دي كانت لسه في المستشفى هي بتزور قرايبها. فين انت بتكلم قرايبها؟ بجد. طب هي انا عارفه ان هي طبعا راحت عزت في احد شهداء الاخوان، او يعني اللي هي وصفوه بان هو من الاخوان. اسلام الله يرحمه. هو على فكره مساله الزياره للمستشفى العسكري ليست كما روج لها العلماء. اعتقد ان الرئيس محمد مرسي هو وكامل اسرته زاروا الرئيس محمد حسني مبارك في السجن، واعتقد ان هذا الكلام طرح، وهم نهوا عن ان يتم اشارات او يكون في اي احاديث او اخبار متعلقه بهذا الشان. وبكل تاكيد هم قد زاروا حسني مبارك في المستشفى ليطمئنوا على صحته، والمرشد ايضا زار محمد حسني مبارك الرئيس محمد حسني مبارك السابق في المستشفى، وخرج جماعه الاخوان ونفت هذا الكلام ان تكون ده من زمان. ده لا ده الاسبوع اللي فات من 3 ايام. لا من زمان لما ده بعد ما طلع من مجلس الشورى امبارح. ايوه خدت بالك؟ ونهي يعني هو راجل صاحب خرجت يعني اشارات قويه وعبارات ترهيب للصحفيين، والا هيتكلم عن هذا الموضوع من قريب او بعيد، لكن لا يعني لن يسكت الصحفيون. نحن نعلم ان هناك اتصالات مفتوحه منذ شهر او شهرين بين رجال النظام السابق وبين رجال النظام الحالي لكي يساهموا بشكل او اخر في يعني عايز اقول تحمل الكارثه الاقتصاديه التي تمر بها مصر. استاذ محمد بعد اذنك، انت ناسي انه في جورنال، انا بس للاسف تايه اسمه من دماغي، قال من حوالي سنه يمكن اكتر انه في صفقه واضحه وقاطعه في الفاينانشال تايم. لا جورنال مصري، وحتى كان جاب تلفزيون ورئيس تنفى الكلام دوت، انه قيادات الاخوان قعدت مع الرئيس وقال لهم كده، الرئيس مبارك المخلوع عشان بس يقول لك ده اصل فلول، قال لهم كده، قال لهم تضمنوا لي لما اخرج؟ قالوا لا ده الشرع بتاعنا وما تقلقش مش هنطلع اي حاجه ضد طلوعك براءه. وفي 13 يناير جاي اعتقد انه ممكن يطلع افراج يعني انا اتفق مع الاستاذ مينا ان هناك يعني جلسات وحوارات في داخل مصر وفي خارج مصر برعايه دوليه وفي اطار المجتمع الدولي تمت للاتفاق على شكل او اخر لازاحه هذا شبح الانهيار الاقتصادي المصري بدعم من رجال النظام السابق ان هم يدعموا هذا الاقتصاد. واعتقد ان هناك 7 مليارات دولار قيل انها خرجت من الحساب الشخصي لمحمد حسني مبارك في دبي، وكانت مكتوبه بحساب شخصي لعمر سليمان. اعتقد ان هي تحركت من هذا الحساب ان كان لمبارك او لعمر سليمان الى حسابات الدوله او حسابات احد الاخوان ليدعموا بها بشكل او اخر الاقتصاد المصري. اعتقد ان هذا المساله هناك جلسات مطوله للحوار او الصفقات مع النظام السابق سوف تسفر في الايام القليله القادمه عن خروج اغلبيه رموز النظام السابق. راينا صفوه الشريف، انس الفقي، سوف نرى في الايام القادمه احمد عز وجمال وعلاء مبارك، ثم في النهايه سيخرج محمد حسني مبارك. اسمحي لي اخد مكانك واساله سؤال. يعني لو احنا قلنا من اين لك هذا؟ لا يعني هو صحفي واحترم مصادره، بس انا مش هرجم بالغيب يعني، مش ما عنديش القدره ديت. لكن سؤالي ببساطه هو افعال الدكتور محمد مرسي وافعال الاخوان الموازيه او المكمله لافعال المبارك هي الدليل على ان هم ماشيين نفس سكته وامواله؟ هل الاعلان الدستوري اللي ضرب بالقضاء فيه عرض الحائط، وطبعا كان بديهي كده اي حد هو مغمض كده يقول لك ده الاعلان دوت هيؤدي الى ما ادى اليه فعلا، انه سويسرا قالت مش هنكشف على الحسابات، انه اسبانيا مش هتسلم حسين سالم. هل فكره ال7 مليارات دولار وما الى ذلك
ده بيدعم ان هو مطمن انه هيجيله الفلوس دي هتجيله بطريقه او باخرى؟ النظام الحالي يعني يعني هي ليست ال7 مليارات دولار فحسب فقط لكن ال 20 مليون دولار اللي اتاخدت من حساب سوزان مبارك باتفاق مسبق، والجرايد القوميه خرجت وهللت قالت امسك سوزان، وقالت ايه فتح النائب العام، مش عارف النائب العام ده هي هو في اتفاق واتفاق مع معظم قيادات النظام السابق. اسال عن زياره الدكتور عصام العريان الى دبي اولا، ثم غادر دبي الى الولايات المتحده الامريكيه. اللقاءات التي تمت بينه وبين رموز في النظام القديم يعني على وجه التحديد الفريق احمد شفيق، اللقاءات التي تمت بينه وبين الفريق احمد شفيق ايضا في واشنطن، وكانت برعايات امريكيه في احيان كثيره التوصل الى صيغ للاتفاق على اداره مساله المصالحه مع النظام السابق، ثم مغادره النظام السابق القابع في غياب السجون الان الى اما الى الداخل واما الى الخارج، وفي نفس التوقيت عوده الاموال او ان هم يعني يدفعوا ثمن خروجهم اليه من السجون. يعني لكن برضه انتوا ما جاوبتوش عن سؤالي عن السيده نجلاء. هي فين؟ ما بتطلعش ليه كده تدعم المراه، تتكلم مثلا عن حق من حقوق المراه؟ طب تشرح لنا احنا بتشرف على البسين اللي بتبني يا استاذ. الله يسلمك. لا تمام. يعني اصلا مش عارفه بتعمل يعني عايز اقول برضو جزئيه مهمه جدا في مساله اداره الرئيس للدوله واداره زوجته للدوله. يعني لا احنا مش عايزين زوجته تدير الدوله، لكن مثلا كل زوجات الرؤساء كانوا بيتكلموا عن حقوق المراه قال جزئيه مهمه جدا ان هم بيعملوا على خطى عكس خطى النظام السابق. لكن هو يعني او مكمله ليها. لا هو بص هو محمد مرسي لما جه عمل الاعلان الدستوري وطالبه الشعب ان يتراجع عن هذا الاعلان الدستوري، يعني عمل عكس حسني مبارك تماما. يعني حسني مبارك لما خرج وقال لهم في خطابه قالوا اجبروه ان هو يتراجع ثم ترك الحكم وغادر. واللي فاهم الرئيس محمد مرسي اوعز اليه بانه في يعني بعد التراجع عن هذا الاعلان سوف تستمر او تتنازع صلاحيات كثيره، وبالتالي هذا يمكن ان يقودك الى خارج اسوار الاتحاديه وما تتراجعش. فقال له فهمه امشي عكس حسني مبارك. هو لما عمل مشى عكس حسني مبارك. فاعتقد انه مشوا عكس حسني مبارك ده ربما يعني يسقط عليه ويلات كثيره في الايام القادمه. يعني ده مش صح. يعني هو مخالفه لراي الشعب وغالبيه الشعب. هذه المرحله التي نعيش فيها هذه الايام القليله هي الهدوء الذي يسبق العاصفه. 25 يناير قادم بثوره جديده على حكم الاخوان، على ظلم الاخوان، على طغيان الاخوان. يعني نعود الى جزئيه زوجة الرئيس. ثوره جديده دي عشان بس اعصابي الله يخليك. نعود الى انا في اخر السنه الجزئيه الخاصه. وهيقطعوا النت برضه؟ وهيقطعوا النت برضه. كانوا بيقطعوا عند الاتحاديه وفي بدايه الاتحاديه ما كناش بنعرف نبعت خبر. تمام. طب قول لنا بقى زوجة الرئيس. يعني اعتقد ان هناك يعني هم دلوقتي بيحاولوا نظام الحكم في الاخوان بيحاول يعني هم طبعا لا يؤمنوا بخروج المراه ولا بعمل المراه في احيان كثيره. هم لديهم فقه كثير يعني يؤكد على المراه ان تقرن في بيوتهن والا تتبرجن تبرج الجاهليه الاولى وان صوت المراه عوره. كل هذه الادبيات الموجوده في كتب الاخوان وفي فقههم وفي منهجهم. وان كنت اتحفظ على مساله فقه لان جماعه الاخوان المسلمين منذ سيد قطب وحتى الان لم تقدم فقها، لان كتب سيد قطب وافكاره حضت على عدم العمل بالفقه نهائيا. جماعه الاخوان المسلمين تتصور ان المراه لابد ان يكون مكانها البيت وليس العمل، وهو يعني في احيان كثيره يولد مشاكل في قطاعات حيويه من الدوله. المراه عند الاخوان لابد ان تكون في البيت، لا تخرج الى العمل، لا تعلو صوتها، لا تتولى المناصب السياديه. وفي هذا خرجت فتاوى كثيره في جواز تولي المراه او القبطي سمعنا عنها. مساله الولايه العظمى او الرئاسه هم لا يؤمنون بهذا مطلقا. فعشان كده هي زوجة الرئيس اسيره هذا الفقه حتى الان. تمام. بالنسبه لك برضه يعني هو الحقيقه يعني لا أميمن دي لعبه سياسيه حتى يقال ان المراه ممثله داخل الدستور. يعني رساله للعالم. عندك الشرقاوي برضه يعني مع مساله امراه دي نتحفظ عليها في هذا الشان. يعني اتفضل يا امين. هو الحقيقه يعني انا شخصيا مش فارق معايا قوي مساله انها تطلع تتكلم ولا تدافع عن حقوق المراه. يعني انا شخصيا مش فارق. هي حره في نفسها. يعني هي عايزه تدافع عن حقوق المراه او شايفه ان المراه واخده حقوقها، ده حاجه بتاعتها. نساء مصر حطي بقى مليار خط من مليارات قطر يعني تحت كلمه نساء مصر هم يعرفوا ياخدوا حقوقهم كويس قوي الحقيقه يعني. وشوف اللي حصل في اسكندريه وشوف اللي حصل في الانتخابات والاستفتاء والمش عارف ايه. يعني يجوز انا هقولها بصراحه يعني ان رجال مصر مش بنفس قدره نساء مصر على الاحتكاك والتصادم مع الاخوان. يمكن جبهه الانقاذ بس ينقصها واحده تبقى معاهم الثلاثه الكبار يعني اللي هم حمدين ومع حفظ الالقاب يعني حمدين
وعمرو موسى والبرادعي لو واحده معاهم رابعه بقى يا خبر ابيض، مش عايز اقول لك هيحصل ايه. هيبقى حدوته يعني. لكن احنا مش محتاجين، مع كامل احترامنا طبعا للسيده نجلاء يعني، لكن نساء مصر لا يعني مش محتاجين بصراحه يعني. اتفرجي على الطوابير اللي كانوا واقفينها يعني. لكن بقى اللي يدهشني مثلا بمناسبه الاستفتاء انه نسبه المتزوجين اللي راحوا قالوا في الاستفتاء نعم، اعتقد انها نسبه كبيره، رغم ان كل المتزوجين بعد ما يجوزوا يقول لك كنت فين يا لا لما قلت طب ما جات لك فرصه قول لا يا سيدي قول لا يا سيدي، بتقول لا بتقول عليه يعني حاجه غريبه يعني. بس يعني ما علينا، هو سيبنا الموضوع للستات مصر. على راي الاستاذ ابراهيم يقول لا يعني احنا مش هنخلي الستات هم اللي هيتكلموا. صحيح. طيب بما اننا بنتكلم عن الستات، احنا هنسمع ونشوف دلوقتي فيديو لاحد الشيوخ ويدعى العريفي، وهو طبعا عنده فتوى تتعلق بالفتيات من سن 14 سنه فيما فوق ممكن يعملوا ايه للمحاربين والمجاهدين تحت ما يسمى بالجيش الحر السوري. أصدر الداعية السعودي محمد العريفي فتوى خاصة تحل مشكلات المجاهدين الجنسية بعد إعرابه عن انزعاجه من حرمان محاربي الإسلام الذين يقاتلون في سوريا إلى جانب المعارضة المسلحة الملذات الدنيوية، موضحا أن الجهاديين منذ عامين لم يجتمعوا إلى النساء. وأباحت فتوى العريفي زواج للمقاتلين في سوريا الذي سماه العريفي زواج المناكحة مدة ساعات معدودة من سوريات، وذلك كي يفسح في المجال للآخرين، مؤكدا أن هذا الأمر يشد من عزم الرجال المجاهدين في سوريا ويعد من موجبات الجنة للواتي يقمن به، شرط أن يكن ما فوق 14 عاما أو أرامل أو مطلقات سوريات. من جانبهم أعرب منتقدو فتوى العريفي عن غضبهم على هذه الفتوى لكونها تبيح استغلال ضحايا الأزمة السورية ما يعد اغتصابا. وكان العريفي قد أصدر سابقا فتوى قال فيها إن البنت يجب ألا تخلو مع أبيها ولا تجالسه وحدها، وإنما تحرص على أن تكون الأم موجودة أو إخوانها حتى ييسر الله لها وتتزوج. ده مش اغتصاب، ده دعارة، دي دعوة للدعارة، صح؟ يعني هو دي عشان المجاهدين يعني يبقى عندهم ثقة في نفسهم، بقالهم سنتين ما بيجلسوش النساء. بعدين يعني ايه البنت ما تقعدش مع ابوها، لازم تقعد في وجود امها يعني. بص خلاص يعني احنا في البدايه احنا لسنا رجال دين، لكن على العموم في معرض التعليقات الكثيره التي واجهت هذه الفتوى. هو ده دين؟ الفتوى دي بالتحديد اثارت انتقاد شديد لدى الراي العام، وزي ما حضرتك قلتي انها اباحه للدعاره في شكل جديد. يعني انا بس بسال او عايز اقول كلمه، ان هذا الداعيه ظهر في الايام الاخيره فعلا على يعني مثلا من شهرين بالظبط بدا يطلع كم كبير من الفتاوى اثارت بلبله لدى الراي العام. الجزء المكمل لفتواه يعني فتوى الخاصه بالمجاهدين في سوريا، هو كان طلع فتوى من اسبوع بالظبط بيتكلم فيها عن قناه MBC 3 اللي هي بتاعت الاطفال. بيقول ما نص الفتوى أن هذه القناة تنشر الإباحية والإلحاد لدى الأطفال، وبالتالي فهي محرمة شرعا ولا يجوز مشاهدتها. قناة MBC 3 دي قناة أطفال خالصة، بتعرض كرتون. أفلام الكرتون، ما دخل أفلام الكرتون في نشر الإلحاد والإباحية وما قال عنه هذا الداعية الإسلامي الذي فرغ وقته أو خصص وقته للحديث عن تفاهات ليس أكثر. ثم تأتي هذه الفتوى المكملة لمشروعه للتفتيت الفكري أو مشروعه للتسطيح عند عامة الناس، إن هو يقول أن على المجاهدين أن يستعينوا بالفتيات السوريات لحل أزمتهم الجنسية. ده تقنين للدعارة في شكل جديد. ينأى لابد أن كان على أولى بهيئة علماء المسلمين أو من يسمون نفسهم أنهم مسؤولون عن إدارة الفتاوى في المملكة العربية السعودية، لأن هذا الداعية الإسلامي داعية سعودي، أن يخرجوا ويعني يستنكروا عليه هذه الفتوى ويوقفوها ويعلنون اعتذارا رسميا. هذه الفتاوى تصب في يعني عايز أقول دي بترسخ لمسألة الدعارة المقننة على شكل الزواج الذي يحدث في إيران، اللي هو زواج الساعات او زواج وده زواج المناكحه يعني عشان بس عندهم هدف وبعدين ربنا ان شاء الله طيب يكرمها. احنا هنتساءل اذا ما انجب اذا ما يعني نتج عن هذا الزواج لمده ساعات اطفال اين يذهبون؟ يعني مين هيتولى امرهم؟ هل هذا المجاهد الذي ربما يقتل او هذه السيده التي جاءت الى هنا لمده ساعه او ساعتين ثم ستغادر؟ يعني زي
نوعيه الزواج الموجوده في ايران اللي هو بالساعه ب $20 او ب $50 وهكذا. تمام، تحت اسم الدين عشان بس تحت نقدر باسم نمرر. الدين. هو الان كل شيء يسوق الى الناس باسم الدين. لا وهو لكي الدين برضه يقبلون عليه. بيريح يا محمد، يعني مثلا حتى الشباب في الجامعه لما كانوا بيعملوا علاقات خاصه بينهم وبين بعض عشان تبقى عامله كده وهي مرتاحه تضرب وقع عرفي الجواز المتعة. عشان تحس انها مرتاحه. طب هو مينا، في بس حاجة. رايك في استغلال المراه بالشكل ده؟ هو بس نمرة واحد الشيخ محمد العريفي عمل خطبة أنا بعتقد إن من أجمل ما سمعت بخصوص مصر، بجد مش بهزر. اتكلم عن مصر حلو قوي 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 قوي، رائع يعني. اللي أنا كتبت عنها في المقالة بتاعت النهارده. نمرة اتنين، هو الراجل ده محترم جدا، قال لك بعد تكون عدى سن ال 14، يعني في ناس هنا في مصر قالوا سن ال3 سنين. نمرة 3 أنا مقارنه بده يبقى كويس. يعني احنا بس عايز اعرف بس حاجه واحده منه، لو يقدر يقولها لنا، لو نقدر نوصل له نساله السؤال ده. هو عرف منين ان هم قعدوا سنتين ما بي يعني يبقى على اتصال دائم يعني هم يعني مش ممكن يبقى هو معايا وذاك يعني في قالوا له يعني، ولا هم اشتكوا له ولا ايه بالظبط؟ وبعدين هم بيحاربوا ولا هم طب لو هم قلنا مثلا ان هو قالها بالمنطق ان هم السنتين اللي فاتوا ما كانوش فاضيين فكانوا بيحاربوا، طب يعني هم خلاص فضيوا مثلا ايديهم يعني ولا حسيتوا ايدهم السلاح ولا ايه؟ مش فاهم يعني اشمعنى يعني وبعدين يا اخي صبروا سنتين، يا اخي ما صبروا نص سنه خلاص هانت حاجه يعني منطق غريب جدا. بعدين ما نمره 4 والاخيره، المراه النظره ليها تختلف بين انسان بيحترمها وبينظر لعقلها وبين انسان لا يفكر الا بنصفه السفلي. مع كامل احترامي للجميع سواء ده او ده. تمام. فالمساله نسبيه بحته. نسبيه بحته، فاحنا لازم نعذر تفكيره. هو راجل يجوز تفكيره كده، ما هنعمل له ايه؟ لكن هي المشكله مش في كده، المشكله في انه دور المراه الحقيقي في انه تغير هذه الصوره. وخلينا نعترف انه من السعوديه خرج مش عايز اقول كلمه ايه، مجاهدات في سبيل حريه المراه، يعني وصحفيات وكاتبات ممتازين جدا بيتكلموا في سبيل حريه يعني الناس كلها، ومن ضمنها طبعا حريه المراه. ففي يوم هيجي المراه هتعرف، الناس هتعرف قدرها يعني وتقدرها حق تقدير، يعني هيجي اليوم دوت وعلى ايدين المراه. تمام. لان الحريه لا تهب، بس متفقين يعني الحريه تنتزع. يعني ان لازم الستات هم اللي يجروا عليها. طبعا مفيش مانع ان الراجل يساعد، بس يعني الاصل يعني هي في مصر الحركات النسائيه لما بدات هي اللي حررت المراه. طبعا كان في قاسم امين ومش عارف مين وكذا وكذا وكذا، لكن كان في حركات نسائيه. صح ولا غلط؟ صحيح. طيب يعني برضو سؤال ليكم انتوا الاثنين عن مساله الازهر والكنيسه خلال 2012 ومع طبعا رحيل البابا شنوده وتولي البابا تودروس كرسي ماري مرقس. شايف الكنيسه والازهر يمينه في 2012 كانوا ازاي؟ الازهر كما هو بمعنى يعني ما فيش تغيير في قياداته. محارب حرب شديده جدا من طبعا بالذات السلفيين، الاخوه السلفيين. فطبعا حتى يعني احنا لسه شايفين الفيديو الاخير بتاع الشيخ ياسر برهامي اللي كان بيتكلم عن فكره عزل الشيخ الازهر وما الى ذلك يعني. فالازهر كما هو حاله، كما هو يحارب ويقاتل على ان يكون وسطيا. تمام. مع بعض الفتاوى المسيئه للازهر زي فتوى قتل المصور في 24 اغسطس. تمام. عشان بس ما ننساش اللي لينا ولا علينا، لازم نقول اللي لينا ولا علينا. ففي كده وفي كده. الكنيسه بقى طبعا اختلف الوضع تماما. رحيل بابا شنوده ريح كتير من الناس اللي كانوا بيشتموا ويسبوه. ومش عايزين ننسى انه من قبل الثوره بابا شنوده بيشتم. من قبل الثوره مظاهرات اسكندريه تشهد بده. عشان بس صحيح. يعني عشان بس الدنيا واضحه كده. والنظام السابق كان سايب عشان ما حدش يقول لك بقى اصل الكنيسه والنظام السابق ولا مش عارف. لا كانوا بيشتموه، كانوا بيحرقوا صور وفي اسكندريه والكل شاف، والناس كانت في بيس وكانوا سلفيين على فكره بالمناسبه السعيده دي. وفي الاخر ايه؟ مات وريحهم وخلصنا. وشفنا فيديوهات لما اتحرقت الكنيسه بتاعت امبابه، الراجل قال لك مش عارف ايه اللي اسمه شنوده ومحدش كلمه.
وانا حتى فاكر ساعتها كتبت سؤال قلت يا جماعه هو ابو انس ولا حسني مبارك؟ ابطل على حسني مبارك، مش قادرين تقبضوا على ابو انس اللي شتم وعمل وسوى؟ ما علينا يعني. لكن انا بعتقد انه الكنيسه مرت بمرحله انتقاليه على ايد نيافه الانبا بخلص رائعه جدا، ادت درس قاسي جدا لقاده المجلس العسكري كيف تقاد المراحل الانتقاليه دون اي مصلحه. نمره 2، الكنيسه في عهد قداسه البابا تودروس الثاني حاجه تانية، مش اكتر من كده. هتشوفوا حاجه تانية او بنشوف حاجه تانية. صحيح. طيب احنا هناخد رايك يا محمد، لكن بعد بس فيديو صغير كده هنسمعه ونشوفه عن الازهر. شرع الله يوما ما، او ان تطبق حدود الله، او ان تقيم شرع الله في ارضه على خلقه. جميل. وهدفهم يعني تنمية الإسلام. الوثيقة. قلت سيس الأزهر يوما، واليوم أقول علمنا الأزهر لما اخترقه العلماني. أقولها بكل وضوح. شيخ الأزهر لا يمثلنا ولا يمثل الإسلام. شيخ الأزهر لا يريد إسلاما. شيخ الأزهر لا يريد شريعة. يوم يقول الإخوان والسلفيون دعوها المبادئ كما هي، على أن تكون المرجعية عند الخلاف للأزهر، فيرفض شيخ الأزهر. نسأله حينما يختلف اثنان في دين رب العالمين، إن لم يحتكموا إلى الأزهر إلى من؟ إلى البابا أم إلى الكنيسة؟ الأمر واضح. لن تنتظروا يا مسلمين من شيخ الأزهر أو من الأزهر بقيادته الآنية نصرة لدين الله، بل انتظروا النقيض بوضوح. كلام جميل؟ يعني أكمل. انتظروها بوضوح. لا تنتظروا من الأزهر أن ينصر الإسلام يوما ما. يعني هذا الكلام طبعا إلا يوم تتغير دكتور محمود طبعا هو كلام على مسؤوليتك، وعلى مسؤوليتك. ولكن أنا أرى أن في مبالغة. ومعي أدلة. مبالغة إيه؟ الإخوان والسلفيين بس كله يؤخذ منه ويرد يعني. يا أخي الله يعزك. وما زلنا مع الاكتشافات الحديثة اللي طبعا بتطلق عبر الفضائيات الدينية. الحمد لله الأزهر علماني. يعني أنا أتحفظ على كلام حضرتك إن هذه الفضائيات فضائيات دينية. هذه الفضائيات لو فضائيات دينية بصح ما كانتش تطلق على الأزهر إن هو أزهر علماني. وما هو مفهوم للعلمانية وما هو تصوره عن العلمانية التي يعني يتحدث بها بفمي. يعني أنا أتصور أن هؤلاء القوم الذين يخرجون علينا صباحا مساء في القنوات الفضائية التي أقل أن توصف أنها دون المستوى لأن يسوق علينا هذا الكلام ويقول الأزهر العلماني، شيخ الأزهر لا يمثلنا، إلا إذا كان هذا الرجل يمثل تيار متطرف يسعى لعملية الإحلال والاقتناص المناصب كما يحدث في الدولة في هذه الفترة. الإحلال محل قادة المؤسسات أو المسؤولين في الدولة. هم يريدون بكل تأكيد أن يعني يقيلوا شيخ الأزهر أو يعزلوه ويعينهم في مكانه شخصا ربما يكون الشيخ القرضاوي الذي عاد إلى مصر لجمعتين متتاليتين وألقى خطبة الجمعة من الجامع الأزهر على اعتبار أنهم يسوقون على أنه الفاتح لمؤسسة الأزهر في الفترة القادمة لكي يعني يشهد الأزهر في عصره ما يقول عنه أنه عكس العلمانية. أعتقد أنه أشد ضراوة على المصريين وعلى المسلمين في العالم بل وغير المسلمين مما يحدث الآن. الأزهر مؤسسة علمية منفتحة على الجميع، مؤسسة علمية معتدلة، مؤسسة علمية تقدم صحيح الإسلام. هم لا يريدون تقديم صحيح الإسلام للناس ليخدموا بكل صراحة على مشروعهم المتطرف الإقصائي الذي يتعمد إثارة الشارع، إثارة تقسيم الشارع إلى معهم وضدهم، الذي قادنا إلى هذه الحالة التي نرى فيها أن هناك تيار وهذا تيار والاثنان المتقاتلان هم يسعون دوما إلى فرض رؤيتهم الأحادية على مؤسسات الدولة كما حدث مع القضاء ويحدث مع مؤسسات الشرطة، ويحاولون أن يحدثون مع مؤسسات الجيش، ويحاولون أن يحدثون مع مؤسسة الإعلام التي اخترقت الآن وهي في طريقها إلى كامل السيطرة من جانب هذا التيار المتطرف. هي مسألة مناصب لا أكثر، يغلفونها بالفتوى الدينية كي تلقى رواجا وقبولا وحشدا عند الناس، حتى إذا ما قالوا شيخ الأزهر أو عزلوه يجدوا من يصفقون له. يعني أنت شايف برضو أن الأزهر زي ما هو خلال 2012 زي ما قبل يعني زي ما قال الأستاذ مينا، أتفق مع الأستاذ مينا أن الأزهر عانى من حرب أشد ضراوة عليه، كانت حربا ضروسا، حاولوا قدر الإمكان يعني أن يشوهوا صورة الأزهر لكن ما حصلش تغيير، لكن هيحدث في الأيام القادمة. يعني تصور أن في 2013 ضمن أسوأ حدث سوف يحدث في 2013 هو خروج شيخ الأزهر
إن لم يسبقون لكي يختموا هذا العالم بهذه الوصمة التي بكل تأكيد ستكون وصمة عار في حكمهم. يعني يحاولون أن يقتنصوا الأزهر ليروجوا لمذهبهم الوهابي ويخدموا به على مناصبهم وبقائهم في السلطة وما سيترتب عليه من قوانين يؤصلوا بها أو يكرسوا فيها لفكرة قوانينهم المستبدة. أما مؤسسة الكنيسة، يعني على الجانب الآخر مؤسسة الكنيسة فقدت البابا شنودة، يعني كان ميزانا عادلا في الدولة، كان ميزانا وطنيا، كان ميزانا بثقافته وعلمه وموسوعيته، يحاول أن يستقبل كل الأحداث العظيمة، الأحداث الخطيرة، ويستقبلها على صدره ويردها بفكاهة وبنوع من الدعابة. كان يردها بمسائل في بعض الأحيان بنوع من الحكمة السياسية، وبأحيان كثيرة برسائل سياسية قاسية على المسؤولين فقدته المؤسسة الكنسية. وهي الآن أعتقد أنه يعني نتمنى بعد رحيله أن يعوضها ربنا بحكمة قداسة البابا تودروس. كما قال الأستاذ مينا أيضا إن الفترة الانتقالية التي مرت بها الكنيسة والانتخابات البطريركية قد أبرقت برسالة أو بعثت برسالة قادة المجلس العسكري والمشتهون للسلطة والمشتهين للسلطة الذين يحاولون أن يصعدوا إليها ولو حتى على جثث المصريين، أن هذه المسائل أبسط من هذا بكثير، أن حكموا عقولكم، المناصب زائلة، الكل إلى التراب، لكن يبقى المحبة والسلام. صعد البابا تودروس الثاني، صعد بكل حكمة، بكل هدوء، بكل ثقافة، بكل وعي، صعد إلى الكرسي البابوي وهو الآن جالس لا تسمع له صوتا إلا صوت المحبة والحكمة والعقل. نتمنى أن يسير بهذا الشكل، يعني ربنا يديله طول الصحة. تمام. مين شخصية العام يا مينا من وجهة نظرك؟ شخصية إيجابية للعام 2012؟ الإمام أبو خمس طبعا، مش كلام يعني. أولا يعني أنا عايز أقول حاجة، يعني من الحاجات احنا بنتكلم عن مسألة الاكتئاب في 2012 واللي حصل في 2012 والأحداث السيئة. لا، أنا شفت حاجة في 2012 الانتخابات بتاعة البابوية. تمام. يعني أنا لو بيتهيألي لو السنة دي ما حصلش فيها أي حاجة خالص، لا وحش ولا حلو غير ده، فيكفي هذه السنة الحدث دوت. مش أنا مش بتكلم على تجليس البابا ولا القرعة الهيكلية ولا مش بتكلم على الانتخابات. قد يكون في اختلاف شخصي، أنا شخصيا شايف إنه في اختلاف في مسألة بتسببه لائحة 57، لكن شفافية الانتخابات ثم يليها شفافية القرعة الهيكلية بشكل صارخ فج، يعني مش عايز اقول كلمة فج يعني حتى لا يساء فهمها، لكن فج يعني شكل يعني صارخ، هقول كده صارخ، شفافية مطلقة. ده حدث العام يخلي الحدث دوت يخلي الأنبا بخوميوس في تصفيته لل17 ثم قيادته للانتخابات ثم القرعة الهيكلية ثم تجليد شخصية في منتهى التواضع، شخصية في منتهى الحكمة، الهدوء، يعني كلام يكفيها أنه بعد أن أجلس يعني ولده على كرسي البابوية انحنى ليقبل يديه. هو في حد النهارده بيعمل كده مع حد؟ هو في حد أصلا بيخلي حد يقعد مطرحه؟ طبعا لا. يعني لا. فهو شخصية مع احترامي للجميع مسلما كان أو مسيحيا يعني لا، ده حتى اللي مشي بإعلان دستوري يعني تمام صحيح. برضو شخصية العام يا محمد، يعني اسمحي لي أن الكلام اللي قاله الأستاذ مينا في منتهى الروعة، ولكن أضيف على هذا الكلام أن لا بس شخصية العام مين؟ من وجهة نظر الأنبا بخمس برضه حتى اتفاق يعني عملنا اتفاق. اتفق مع الأستاذ مينا في أن الأنبا بخمس فعلا هو شخصية العام 2012، وأتمنى على مؤسسات الدولة أن تكرم الأنبا بخمس، لأنه في بداية الأمر هو شخصية العام وليس شخصية الكنيسة أو الدين المسيحي أو المسيحيين. شخصية العام بالنسبة لمصر كلها هو أدار مسألة انتخابية في غاية من الروعة، نتمنى أن تأخذها الدولة لكي تدرسها وتطبقها في اختيار رئيس الجمهورية. يعني الكنيسة ضربت مثالا في نموذجا يحتذى به في الانتخابات، حولت الانتخابات إلى صفوة المجتمع، المثقفون العالمون الذين لديهم دراية، الذين لديهم خبرة ولديهم حكمة، وفي نفس الوقت الدولة مطالبة بأن تأخذ لأن يكون عندها مجمع انتخابي على غرار هذا المجمع اللي بيختار 2000 واحد بيختاروا بابا بمنصب أو في مكانة يعني لا يعني
اعتقد انها في حجم مسؤوليات رئيس الجمهوريه بالضبط. يعني على الدوله ان تستجلب او تستحضر هذا النموذج. الانبا بخوميوس يستحق لقب في شخصيه العام، لانه حول النص الذي يقول ان مملكتي ليست من هذا العالم الى واقع عملي يلمسه كل المصريون، وبكل تاكيد يستحق التقدير والاحترام. تمام. مين اكتر شخصيه برضو من وجهه نظركم فقدت جدا خلال عام 2012 وبتدعوها لاعاده الحسابات بشكل جديد؟ مينا؟ فقدت من قيمتها. فقدت من قيمتها. اوكي. بالنسبه لي انا شخصيا ما عنديش حد محدد اقدر اقول عليه كده. وان كنت يعني عندي شخصيه ادعوها الى ان تتخذ مكان سليم بحكم منصبها، يعني تتخذ مكان سليم. يعني هي فقدت مكانتها كمكان كمنصب، اللي هو الدكتور مرسي. ادعوه بجد يعني انه يعني يستثمر وجوده لمصلحه في هذا المنصب لمصلحه مصر، فيكون له قيمه عاليه جدا حينها يعني. تمام. محمد؟ ايضا اتفق معك فان الشخصيه التي فقدت كثيرا ربما يكون هو الدكتور محمد مرسي. فقد الكثير من حب المصريين له، فقد قطاع كبير من المصريين كان يحترمه عندما كان نائبا لمجلس الشعب، فقد كثيرا من استعطاف او حب المصريين له عندما كان في السجن بصعوده الى كرسي السلطه، واصراره على ان يكون مستبدا ظالما، اصراره على ان يكون هو الاعلم والباقين دونه في الفكر والعلم، اصراره على ان يتشبث برايه، وربما يكون من يعني ابسط الناس لديه رؤيه. اقول له كما قلت فيما يخص الانبا بخوميوس، عليه ان يتذكر كلام رب العزه في القران: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. تذكر انك جئت من السجن وانت لا محال الى الارض. تذكر ولو كنت في بروج مشيده لا تستبد بالسلطه. وتذكر اذا كنت تخاطب الناس بالدين في كل خطاباتك عليك ان تدرس هذا النص جيدا. صحيح. في نهايه الحلقه انا بشكركم جدا يا جماعه وجودكم معانا النهارده، ومحاوله كده لقرايه احداث 2021. دي حاجه جميله في نهايه العام برضه. طبعا. شكرا لك، ربنا يخليك يا مينا، شكرا جدا ليك لتواجدك معانا النهارده، ونامل ليك كل النجاح طبعا في 2013، ونفس الامنيه محمد ليك برضه في 2013. شكرا ليك. الى هنا مشاهدي الاباط متحدون انتهت حلقتنا الاخيره النهارده من ساعتين على الهواء خلال عام 2012. يعني عايزه اقول لمشاهدينا 2012 ايا كان، معلش هي الدنيا كده، في ساعات بنفقد حاجات بس ممكن نحاول ان احنا نكسبها. كل واحد لازم يحاول ان هو في نهايه السنه او في الساعات الاخيره اللي فاضله في نهايه السنه بهذا الفاصل الزمني ان هو يفكر ويعيد حساباته ويشوف قدر ان هو يحقق ايه وايه اللي ما قدرش يحققه وليه ما قدرش يحققه وازاي يقدر ان هو يحاول يعمله في السنه الجايه. وزي اي حاجه بتقع منها شويه حاجات كتير جدا ممكن في حياتنا، مع كل سنه بيقع شويه ناس مش مهم، ممكن ان احنا نحاول نلاقي احسن منهم في الوقت الجاي. هسيبكم في نهايه الحلقه هسيبكم مع تامل جميل جدا للقس داود لمعي عن صلاه لنهايه 2012، وهي تصلح للجميع سواء كانوا مسيحيين او مسلمين، ان احنا بنشكر الله على كل حال، نشكره على كل ما حدث خلال 2012 سواء كان جيد او كان غير جيد، ونامل لنا جميعا ولمصر طبعا كل ما هو جيد خلال العام الجديد. تصبحوا على خير. إلهنا الطيب، نشكرك يا رب على هذه السنة، نشكرك يا رب على الضيقات والتجارب والإحباطات، نشكرك يا رب، نشكرك لأنك في هذه جميعها كنت دائما قريب، ويعظم انتصارنا بك وسط كل الآلام والمشاكل. نشكرك يا رب أتيت بنا لهذه الساعة، كان ممكن يا رب حاجات كثيرة تحصل. نشكرك يا رب على سترك علينا وصبرك علينا، نشكرك على طول أناتك ومراحمك، لا مثل لك يا رب، أنت حنان ورحيم طويل الروح كثير الرحمة، ولا تشاء أن يهلك فينا أحد يا رب. نشكرك يا رب على اختيار
بطركنا البابا الأنبا تودروس. أشكرك يا رب على سلام كنيستك اللي عاملة زي المركب ماشية وسط موج عالي، لكن أنت فيها يا رب ولن تتركها أبدا. نشكرك يا رب، نشكرك لأنك بتخلينا نصلي أكتر وعلمتنا يا رب نصرخ إليك. نشكرك يا رب لأنك نزعت مننا كل اتكال على ذراع بشري وكل رجاء وعشم في إنسان، كي لا يكون اتكالنا إلا عليك وحدك. نشكرك يا رب لأنك لقيتنا مسكين في الدنيا، طلعت الدنيا من إيدينا، ولقيتنا مشغولين بالفلوس، خدت الفلوس من إيدينا، ولقيتنا مشغولين بالناس وسبت الناس تقلب علينا. نشكرك يا رب لأنه لا مثل لك وليس لنا سواك. أنت إلهنا يا رب، أنت رجائنا، أنت راعينا، أنت أبونا، أنت مخلصنا وفادينا، أنت عريس نفوسنا، أنت يا رب المسؤول عننا في كل صغيرة وكبيرة. لك وحدك نخطئ وإليك وحدك نعود. ارحمنا يا رب، ارحمنا، ارحمنا لأننا أضعف من أن نتغير أو نصنع مشيئتك. ارحمنا لأن ما فيش مرة بنيجي ليك يا رب نقف أمامك كما يليق بملائكتك وقديسيك. دايما جايين مقصرين وخطاة، أوحش من العشارين والزنا. نأتي إليك يا رب في خجل، في انسحاق بسبب كل الشر اللي فينا، لكنك أنت يا رب ما فيش زيك. تستقبلنا بحضنك الواسع وبرحمتك الواسعة. اغفر لنا كثرة خطايانا يا رب اللي عملناها طول السنة، إن كان بالكلام أو بالنظرات أو بالأفكار أو بالأفعال. خطايا عارفينها وخطايا مش عارفينها، فاكرينها أو ناسينها. عملناها يا رب بقصد أو بدون قصد، عثرات تسببنا فيها أو وصايا كسرناها. ارحمنا يا رب وسامحنا على كل الشر اللي احنا فيه. انزع مننا يا رب كل سواد، كل خوف، كل قلق، كل شهوة ردية، كل اهتمام بطال، كل مشغولية بالكرامة. انزع مننا يا رب الاهتمام بالسياسة والأمور الأرضية. انزع مننا يا رب الكلام غير اللائق، روح الإدانة والتذمر والغضب. انزع مننا يا رب التعلق بالدنيا، وخلينا نشتاق يا رب نيجي السما. قوينا على نفسنا يا رب، قوينا على المشاكل والإحباطات، قوينا على الناس اللي حوالينا يا رب عشان نحبهم كما أحببتهم. ساعدنا يا رب نوصل نقول زيك: اغفر لهم، اغفر لهم، اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. قوينا يا رب نحبهم كما أوصيتنا، يا من تشرق على الأبرار والأشرار. علمنا نصلي من أجلهم، يا من تحسن للظالمين والصالحين. علمنا يا رب نحسن إلى المبغضين. قوينا يا رب عشان نسمع صوتك ونخضع لكلامك وننشغل بإرادتك كل حين. إلهنا كما باركت هذه السنة ووصلتنا إلى قرب النهاية، كمل علينا غربتنا على خير يا رب. وصلنا كلنا السماء، اهدينا إلى ملكوتك ولا يسقط أحد منا يا رب، لا احنا ولا أولادنا ولا أحبائنا. كلنا برحمتك يا رب محفوظين ومرشدين إلى نعتب قبل باب السماء وندخل يا رب في محضر ملائكتك وقدسيك. اقفل في وشنا يا رب باب الجحيم، وافتح لنا يا رب دايما باب رحمتك. اسمع صراخ شعبك يا رب وأنين الصارخين ليل ونهار كما وعدت. أنت قلت يا رب: ألا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه ليل ونهار
وهو متمهل عليهم. كفاك يا إلهي تمهلا. ارجع واسمع لشعبك يا رب، وانصف المظلومين، وفرح كنيستك يا رب، وارفع اسمك عالي وصليبك عالي. يا إلهنا الطيب، سمحت لنا أن نظلم مثلك ويفترى علينا مثلك، سمحت لنا نعير مثلك وبسببك، ولهذا نشكرك يا رب، لأننا تشبهنا بيك، ولو على قدنا يا رب بقينا مصلوبين زيك ومهانين مثلك. ولكن يا رب كما قمت من الأموات أقمنا نحن أيضا معك، وارفع يا رب الهموم والمشاكل والضيقات، ارفع الظلم عن شعبك يا رب، ارفع يا رب الشر والكذب والغش، وادينا يا رب الحق والسلام والخير كما وعدتنا دايما. علمنا يا رب نعيش بطهارة وبر، علمنا في غربتنا نشهد ليك ونكون أمناء ليك حتى الدم. بارك الحاضرين والغيبين والسامعين، بارك أولادنا وأحبائنا، بارك المسافرين في كل مكان، واحفظ سفرهم وغربتهم، اللي بيخدموك في كل بيعة يا رب عوض تعبهم وكافئ خدمتهم. خلي كنيستك قوية واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية. خليك واضح وسط شعبك يا رب حسب وعدك، لأنك في وسطنا الآن وكل أوان مع أبيك الصالح والروح القدس. إلهنا الطيب، ليس لنا عداوة إلا مع الشيطان. علمنا نحب أعدائنا يا رب، وعلمنا ندوس على الشيطان كما وعدتنا، فليسحق تحت أقدامنا سريعا حسب وعدك. باركنا بكل بركة روحية، وديم علينا نعمتك وسلامك في بيوتنا وأشغالنا وفي بلادنا وكنايسنا. خلي اسمك يا رب معروف عند كل إنسان. علمنا نصلي، علمنا نتوب، علمنا نتمسك بيك، علمنا نشبع بيك، علمنا ننشغل بيك، علمنا نجري وراك يا رب ونلتصق بيك. قوينا يا رب حتى حين تأتي ساعاتنا نكون مستعدين للوقوف أمامك. اذكر يا رب اللي سألونا نذكرهم، اذكر المرضى والمتألمين والمحتاجين والمعوقين والمذلولين في الجسد والمسجونين والمديونين والمدمنين والمرتدين وغير المؤمنين، الملحدين والمعاندين والمقاومين والمبغضين. ارحم يا رب الكل لأنك إله الكل. من أجلهم من العذراء بركة كل قديسيك، اسمعنا لما نقول لك بالشكر أبانا الذي